إن المرجع الأعلى في زماننا هذا الشيعة الإمامية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الشريف يفتي بهذه الفتوى، وقد استلمتها اليوم من النجف الأشرف. قال: إن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا، واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط. ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية الشروط. فلا فرق بين الشيعة وجميع طوائف المسلمين في أن الجميع مسلم واقعا وظاهرا. مهزلة من التكليف بها إذ كانت مستوفية الشروط. ومستوفية الشروط شنو هي؟ صلاة سالم سبلان. حدثنا قتادة عن مجاهد أخبرنا سالم سبلان أن عائشة نزعت ملابسها بينت أعضائها، علمت سنن النبي صلى الله عليه وسلم، علمت الوضوء، فهذه مستوفية الشروط. نعم، فصلاته مبرئة للذمة حسب ذمته هو. سني بعد ما يحتاج شيء. لك قشامر هذا شنو هذا الخريط؟ لك عارية شنو انت مثلت هذا؟ شنو انت مثلت هذا؟ كلام منو هذا؟ كلام منو هذا؟ شنو انت مثلت هذا؟ شنو الحكي هذا؟ شنو الخريط هذا؟ هذا اقوى من ياسين يبقى على سنيتك يا داعش يبقى على هذا اقوى. هذا تشريع. انا اقول له ما عندك تشريع، هذا من وراي يشرع لهم لا يا عار. لكن انا مهاجمهم، ما عندهم تشريع بالقرآن، ما عندهم تشريع يقبلون الحجر الأسود، ما عندهم تشريع يفترون حول الكعبة، ما عندهم تشريع عن نبيهم بالصلاة، ما عندهم تشريع يأخذون بالقرآن لأن القرآن مصحف عثمان. أنا مهاجمة بالتشريع. أنت تضربني بظهري، تصدر هكذا كلام خريط، تقول والله أعماله مقبولة، تشريعه مقبول. أنت تنطيج تشريع. ترى والله كارثة، والله العظيم كارثة قسما بالله. من نعلى على دينكم، نعلى على صومكم، نعلى على صلاتكم، نعلى على عزائكم، نعلى على مواكبكم، واسخين قذرين، نعلى على دينكم. فكر أخاف ما أقول نعلى على دينك، لا والله جسر أكثر مما تتوقع. أظهره لك حطموا دينهم، فلش دينهم بما لا يقدر عليه لا صدوق لا المفيد لا كلاواتكم لا مراجعكم الموجودين لا علماءكم لا غيرهم. دمرتهم بالقواعد، دمرتهم بالاستدلالات، بينت دينهم. الناس جاي تشيع تبكي في قناة المنتقم، تبكي تتصل، وانت تقول له اعمالك مقبوله، صلاتك مقبوله، صومك مقبول. وين هذا؟ بيادين هذه صايره. شنو اللي جاي يصير؟ منو مشتري المعممين؟ منو مشتري المرجعيه؟ منو اللي جاي يتحكم بيهم؟ الخاطر الله فهمونا شنو اللي جاي يصير. شنو اللي جاي يصير؟ ترى والله كارثه، والله العظيم كارثه قسما بالله كارثه. انت تهدم دين السنه، تهدم دين المخالفين، توضح لهم انهم بلا تشريع، ثم يطلع لك واحد طرن عار ينقل قول عن المرجعيه ان المرجعيه تقول هذا الكلام.